بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ الكلام بالسلام على خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض طاجن فريك بالكبد والقوانص، بس ما اقولكيش على جماله. هتبطلي تعملي الكبد والقوانص غير بالطريقة دي. بصي هوريكي مفلفل ازاي، بصي عامل ازاي، ايه رأيك؟ شايفة لونه عامل ازاي؟ يفتح النفس. بصي قطع الكبدة وقطع القوانص، بصي الجمال. افتحي بقك، يلا افتحي بقك كده، خدي دوقي. اكل انا بدالك. يا خراشي على الجمال، اللهم بارك اللهم بارك يا رب، في منتهى الجمال. لو عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باللايك والسبسكرايب والشير علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد ممكن، وطبعا كومنتاتكم اللي بتفرحني. وتعالوا علشان اقول لكم اتعمل ازاي. يلا بينا. نبدأ بسم الله. الكبد والقوانص بتاعتي غسلها كويس وشايله كل الدهون اللي بتبقى في القوانص عشان دي اللي بتعمل ريحه الزفاره، ونقعها قيمه ساعتين في ميه بليمون. بصي الليمون مخلي لون الميه عامل ازاي، طلع لي كل الزفاره اللي في الكبد والقوانص. هشطفها بقى من الميه دي وهنقطعها مع بعض. يلا بينا. انا بحب اقطع الحاجه بمقص المطبخ، انت حابه تقطعي على قرمه كده بسكينه، حابه تقطعي بالمقص براحتك. وهقطع القوانص لوحديها والكبد لوحديها، مش هقطع ده مع ده، بالطريقة دي كده. المقص بصراحة بيسهل عليا. اهو كده قطعت ادي القوانص وادي الكبدة، ده في طبق وده في طبق لوحده، وهقول لك ليه ده في طبق وده في طبق لوحده، بس خليكي معايا لاخر الفيديو. وده فريك الضحى، انا بحب استعمل فريك الضحى، بس انت الفريك اللي انت حباه استعمليه. انا بصراحة عشان فريك الضحى بيسهلها معايا، نضيف وكده ومش محتاج تنقية ولا حاجة. دي بصلة كده متوسطة مقطعاها، وحتة سمنة حلوة، معلقة سمنة حلوة كده، واشوح البصلة دي برضو مش عايزاها تغمق، تبقى يا دوبك ذهبي كده بالطريقة دي كده لما توصل معاكي للون ده. وانزل عليها بالقوانص، القوانص بس، الكبدة لسه دلوقتي عليها، عشان كده احنا قطعنا الكبد لوحديها والقوانص لوحديها. القوانص بتاخد سوا شوية عن الكبد. وفلفل الوان، حابه تحطي فلفل رومي، حابه تحطي فلفل حامي، براحتك. بس كل ما الالوان بتزيد كل ما القيمه الغذائيه بتترفع اكتر. هنا هنزل بشويه فلفل اسمر، بس ما تكتريش عشان لسه هحط فلفل اسمر تاني بعدين. ورشه جوز الطيب، مش حابه جوز الطيب ما تحطيش، حطي بهارات فراخ. واشوح كل ده كده مع بعضه، وهنزل عليها بعد كده بطماطم متقطعه قطع. احنا بنقول عليها طماطم قوطه، في بلاد تانية بتقول عليها بندورة. كده القوطة بتاعتي اتسبكت اهي. هنا المفروض كنت انزل بمعلقة سكر، بس انا نسيت، هحطها في الاخر، لكن المفروض ما دام حطينا قوطة بنحط معلقة سكر. وده الفريك بتاعي مغسول ومنقوع ومتصفي. هنزل بيه برضو واشوحه كده. هنا بقى دلوقتي كده هنزل بالكبدة بتاعتي. زي ما اتفقنا القوانص بتاخد سوا عن الكبدة، فعشان كده الكبدة بنزل بيها في الآخر، برضو متقطعة قطع. أنا بقطع الكبدة كبيرة شوية عن القوانص، أولا لأن الكبدة ما بتاخدش سوا، فما تقطعيها كبيرة شوية تستحمل معاكي السوا. ثانيا عشان يفرقوا ما بين الكبدة والقوانص في الأكل. وهنا شوية فلفل أسمر، عشان كده قلتلك في الأول ما تزوديش قوي عشان لسه هنحط تاني. وهنا هحط الملح بتاعي، وزودت السكر إن أنا قلتلك نسيته في القوطة. وهشوح كل ده مع بعضه.
وطبعا الملح حسب الرغبة. كل ده كده اشوحه مع بعض. وهنزل عليها بشوية مية صغيرين علشان انا عايزة الفريك بتاعي يبقى نص سوا بالظبط كده. بصي المية مش كتير، وهوطي عليها العين. الفريك بتاعي انا عايزاه نص سوا. كده الفريك بتاعي اهو، ضغطت عليه زي بالظبط الرز، زي ما بتشربي الرز كده. الفريك بتاعي بقى نص سوا. احطه في الطاجن عشان احطه في الفرن. بس قبل ما احطه في الطاجن، طب انا هيستوي من الفرن بايه؟ لازم ازود شويه ميه تاني. واول بس ما يشكشك كده من الجوانب كده خلاص هطفي عليه واحطه في الطاجن بتاعي. وطبعا الفرن بكون مشغلاه من الاول على درجه حراره 180. كده هجيب الطاجن بتاعي اهو وانزل فيه بالفريك اللي انا عملته. بصي الجمال، استمتعي بقى كده بشكل الفريك وهو نازل كده حبة حبة. بصي الألوان اللي فيه، ايه رأيك؟ ساوي بقى كده الطاجن بتاعك. ساوي كده الوش بتاعه. وبمنديل مطبخ هننضف الجوانب بتاعة الطاجن عشان ما تتلسوعش في الفرن وتديني طعم مش حلو. والطاجن بتاعك لو بغطا غطيه، ملوش غطا يبقى اعملي زي كده وبقطعة سيلفر غطيه بيه، وعلى الفرن على طول. زي ما قلت لك الفرن مشغلاه من الاول. هنا بقى بصي الطاجن لما طلع من الفرن، يا خراشي على الجمال، اللهم بارك. اللهم بارك يا رب. ما شاء الله لا قوة الا بالله. بصي الجمال، استمتعي بس بشكله كده. ايه رأيك؟ يستاهل اللايك ولا لأ؟ يستاهل تعملي لي سبسكرايب وتفعلي زر الجرس ولا لأ؟ انت لسه ما عملتيهوش؟ انزلي يلا دوسي على الاشتراك لو انت لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس واعملي لي اللايك واعملي لي شير عشان يترفع الفيديو ويوصل لأكبر عدد ممكن. وكومنتاتكم ما تنسوش، كومنتاتكم اللي بتفرحني. وجربيه واكتبي لي في الكومنتات طلع ازاي، واكيد من ايدك هيبقى احلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.